أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: حيتان قاتلة تغرق يختا قبالة السواحل المغربية. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، تعرض يخت سياحي في مضيق جبل طارق قرب ميناء طنجة المتوسط إلى هجوم من قبل مجموعة حيتان الأوركا القاتلة، ما أدى إلى غرق اليخت. وأوضحت شركة مورس كيميل المتخصصة في الرحلات البحرية التجارية واليخوت حول العالم والمالكة للقارب المعني أن حيتان الأوركا اصطدمت بضفة القارب لمدة 45 دقيقة بشكل متكرر، مما تسبب في أضرار جسيمة وتسرب المياه إلى بدن القارب. وأكدت الشركة في منشور لها أن الطاقم بخير، لكن القارب غرق عند مدخل ميناء طنجة المتوسط. وقدم العلماء عدة تفسيرات محتملة لهذا السلوك، بما في ذلك أن الحيتان القاتلة قد تكون قامت بذلك في إطار رد فعل على صدمة سابقة، أو لمجرد الاستمتاع بقليل من المرح، كما هو الحال عندما أمضت مجموعة من الحيتان القاتلة في شمال غرب المحيط الهادئ عدة أسابيع تسبح مع سمك السلمون الميت المتوازن على رؤوسها.